السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم معايا. اليوم غادي نحضر إن شاء الله ميني بانكيك كيف ما كيبان لكم في الفيديو. كيجي صغير بزاف بزاف وكيجيو رائعين كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بقاو معايا البنات تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير. هنايا المقادير اللي عندنا هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا. عندي هنايا بيضه واحده، عندي هنا واحد البيضه، وعندي هنا 2 كيسان ديال العنبه ديال الطحين اللي هي 200 غرام اللي بغات تعبر بالميزان. عندي هنايا نص كاس ديال الزبده اللي معلقه كبيره تكون عامره قبل ما تذوب. عندي هنا الكاس ديال الحليب، كيكون الحليب دافي شويه ماشي بارد. عندي هنا 2 معالق ديال السكر كلاصي ورشه ديال الملحه. عندي هنايا هاد القهوه الكراميل، يعني الاخوات اللي بغات تستعملها الا كانت متوفره عندكم في البيت، كتعطي واحد النكهه زوينه بزاف بزاف في هاد بانكيك. اللي ما كاينه شي عندها متوفره ممكن تخليو عليها ديروا فاني، واحد لافاني، واحد الخماره. هادو هما المكونات اللي عندنا هنايا. دابا غادي ندوزو التحضير باش نحضروه. عندي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا عندي هنا سكر كلاصي، وعندي هنا عملت هنا بيضه، وغنعمل واحد صفايه شي غربال ولا صفايه باش نديرو فيها السكر كلاصي باش ما يبقاوناش الحبيبات. غادي نديرو بحال هيدا كيف ما كتشوفوا معايا. غربلته مع ديك البيضه وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم. وغادي نضيفو ديك الزبده اللي عندنا مذوبه، وديك الكاس ديال الحليب، ورشه ديال الملحه، واحد لافاني، وهذيك القهوه سريعه الذوبان ولكن هذه ديال كراميل. الا كانت عندكم كابوتشينو ديروها، الا كانت كراميل ديروه، الا ما بغيتوش ديروهم ما ديروهمش كاملين. انا كتعجبني النكهه ديالها وزيدتها حتى هي، ولكن دائما ملي كنزيدها كيعطي واحد النكهه كتكون زوينه بزاف. صافي مور ما درت هنايا ديك الخماره ضفت هنايا 200 غرام ديال الطحين اللي هي 2 كيسان ديال العنبه ديال الطحين الفرص. كنخلطوهم بهاد الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا حتى كيوليو يعني بحال الكيك. ملي كنجيو نديرو الكيك صافي كنخليوها يرتاحوا واحد 10 دقائق، وعاد كنبداو نسخنوا المقله ونبداو نطيبوهم. هنايا مور مرتاح شويه غادي نشبروا القرعه، ولا يعني فاش غادي ديروه. انا غادي نديرو في هذه القرعه. نتوما الا ما كانتش متوفره هاد القريعه اللي كنا نضيفوا فيها الكراميل، كنضيفوا يعني اللي كتساعدنا في الخدمه في بزاف ديال الحاجات ملي كنبغيو نديروهم، ممكن تعملوا غير بمعلقه، يعني القياس ديال المعلقه كتشبروا القياس واحد وصافي. انا درتها في هذه القريعه، غادي نشد عليها ودابا المقله ديالي كتسخن وغادي تشوفوا معايا غادي نضيفوها دابا. هنايا صافي مور ما سخنت هنايا المقله ديالي، بديت ندير بحال هاد كيف ما كيوضح لكم فيديو، يعني كندور بحال هيدا كيف ما كتشوفوا معايا. كنديروهم صغارين وماشي ضروري البنات غادي نديروهم في هاد المقلات هادو. انا قلت غادي نديرها في هادي وصافي، ولكن نتوما الا بغيتو ديروهم في اي مقله عندكم، يعني المقله اللي تكون ما كتلصقش وصافي. كنديروهم في المقله اللي كتكون متوفره عندنا في البيت ولكن تكون ما كتلصقش. والمقلات اخرين كيساعدوا اكثر، حيت هادو كيف ما كتشوفوا معايا هادو صغارين. عندي هنايا غير 7 ديال الحبات، ولكن اللي كنت درتهم في المقله اخرى تكون ساعدتني في الخدمه اكثر حيت غادي تاخذ اكثر.
التحضير ديالهم كيكون ساهل وكيجيو زوينين بزاف. المذاق ديالهم البنات اللي باغا تجربهم كيف ما كتشوفوا، يعني كيف ما كتعرفونا ملي كنطلبوهم على برا كيكونوا زوينين وهاديك. يعني لوليداتنا وراسنا من احسن نبقاو نديروهم في البيت ديالنا راسنا بحال هيدا، كيجيو ساهلين وما فيهمش شي مكونات بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا كنبقى مستمره بنفس الطريقه وكنحيد اخرين كنرجع اخرين كنديرهم بنفس الطريقه. وديك القهوه ديال الكراميل تعطي واحد النكهه زوينه، دابا واحد الريحه زوينه بزاف. يعني ملي كيطيبوا كيعطي واحد الرائحه زوينه زوينه. كيف ما كيوضح لكم فيديو كنبقاو مستمرين بحال هيدا حتى كنساليوهم كاملين، وغادي تشوفوهم معايا من مور ما كنساليهم. يعني كاملين كيف ما كتشوفوا انا درت واحد تبصيل، ولا المهم ديروا شي تبصيل، ولا انا درت هذا ديال الفران وبقيت كنزل فيها حيت غرق شويه وكنزل. الاخوات اللي بغاو يديروا غير شويه بلا ما ديروا المقادير كاملين قسموهم على جوج. صافي هنايا مور ما ساليتهم كيجيو على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. يعني كيخرجوا بالكثره ديك المقادير، واخا تكون بيضه وحده والكاس ديال الحليب، ولكن كيخرجوا بالكثره. الاخوات اللي بغاو ينقصوا من المقادير هادو تقدروا تنقصوا شويه في الزبده وتنقصوا في الحليب، وغادي تعملوا الكاس واحد ديال الطحين وبيضه. كتبقى بيضه وحده ولكن تكون الحجم ديالها يكون صغير. صافي كيف ما كتشوفوا معايا هادو غادي نعمل هاد الشوكولات اللي كتباع بحال الكراميل، يعني اللي كتباع في هاد الحكاك هادو. كتكون واجده. واللي بغيتو نتوما بغيتو تعملوا الشوكولا، بغيتو تعملوا العسل، بغيتو تعملوا كراميل، يعني كل واحد شنو كيبغي. انا هادو درتهم، انا كل واحد شنو كيبغي درتهم. هادي غادي نديرها بالكراميل، واخرى درتها بالشوكولا، وحده غادي نديرها بالعسل. وغادي تشوفوهم معايا حتى الاخر وتشوفوا كيفاش غادي نديرهم. كيجيو على هذا الشكل هذا وكيجيو المذاق ديالهم رائع مع ديك الرائحه ديال ديك المهم ديك القهوه ديال الكراميل كتعطي فيها واحد المذاق زوين. ولكن انا كنقول لكم البنات الا ما كانتش متوفره ممكن تخليو عليها، حيت فيها الفاني. يعني الريحه ديال الفاني اللي كتعجبها راه كافيه. صافي هادي غادي ندير فوق منها شويه ديال العسل كيف ما كتشوفوا معايا بهذه الطريقه هذه. هاد البانكيك هادو البنات كيكونوا ساهلين في التحضير ديالهم، ما كياخذوش من وقتنا، ما كياخذوش حتى 5 دقائق مع التخليط ديالو ومع المقادير يعني كاملين. ما كياخذوش حتى 5 دقائق، كياخذوا غير ديك 10 دقائق اللي كنخليوهم يرتاحوا شويه، هذيك هي اللي كياخذوا منا. اما اللي ملي كنجيو نطيبوا الا كانت عندكم مقله تكون كبيره شويه دغيا كتساعدكم. شفتوا كيفاش كيجيو هذه ديال الكراميل واخرى ديال الشوكولا وهذه ديال العسل، يعني كيجيو رائعين لا في المنظر ديالهم ولا المذاق ديالهم كيجيو روعين. صافي كنقدمهم بحال هيدا بالفرشيط، كدير معاهم فرشيط ولا كدير معاهم العويدات اللي غادي تقدروا يعني تاكلوا بهم، حيت ما يمكنش نهزوهم بيدينا كما كتعرفوا الكراميل والشوكولا والعسل. صافي كنقدموهم بحال هيدا، اما الفرشيط اما العويدات بحال هيدا. والتقديم ديالها هو هذا. ودابا تشوفوا معايا كيفاش غادي نعمل حتى هادو اللي عندي في التبصيل، يعني غادي حتى هما غادي نزينوهم. وهاد الوجبات هادو كيف ما كتشوفوا معايا يعني يعني ميني بانكيك كيجيو ساهلين في التحضير ديالهم، والوليدات الصغار كيحماقوا عليهم. اللي عنده شي وليد صغير ولا شي بنت صغيره غير تنوض تعدلو لها في الدار، كيجيو ساهلين في التحضير ديالهم وبالمكونات بساط. وشي حاجه اللي هي زوينه نعملوها في البيوت ديالنا، كنفرحوا بها وليداتنا ونفرحوا بهم راسنا نيت ملي كنلقاو درنا شي حاجه اللي هي ديال البيت وكتجي بالمذاق اللي كنبغيو حنا.
وهادو البنات انا الفيديو ديالي ملي كنزل معكم فيديو البنات، الحاجه اللي كنعطي لكم كنعطيكم داكشي بالتوضيح، يعني المقادير اللي كنعمل انا كنعملها لكم كنقولها لكم. واخا ما كاين الاخوات كيقولوا علاش ما كتكتبش في صندوق الوصف المقادير، ولكن الاخوات غادي تسمحوا لي صندوق الوصف ما كتكونش عندي الوقت في هذا الوقت باش نكتب صندوق الوصف المقادير. من بعد ان شاء الله مع الوقت غادي نكتبهم، وغادي تشوفوا المقادير بالتوضيح بالميزان وبمعلقه، يعني غادي تشوفوهم كاملين في صندوق الوصف. ولكن ماشي دابا، سمحوا لي شويه حيت الظروف دابا الوقت ما كتعطينيش الوقت باش نكتب المقادير في صندوق الوصف. وسمحوا لي بزاف واخا كيكتبوا لي الاخوات عافاك كتب لينا المقادير في صندوق الوصف، ولكن الوقت ما كافيه لي شي باش نكتبهم. سمحوا لي بزاف البنات. ومن بعد مع الوقت ان شاء الله مازال غادي نخليكم كل شيء بالتوضيح في صندوق الوصف. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا مور ما زينت هاد التبصيل هذا، يعني هاد الميني بانكيك عدلته بحال هيدا. حتى الا بغيتو تقدموهم بهاد الشكل هذا، يعني بغيتو تقدموه بلا ما تقدموهم بحال هيداك، يعني في ديك الطويصات ولا شي حاجه للناس الكبار، وغادي تقدموا معاهم باش غادي تهزوهم ومعاهم الطبيصلات ديالهم باش اللي بغى يهز يعني يهز، تعملوهم في طبيصلات صغارين. كيجي في التقديم ديالو كيجي زوين، لا في طويصات صغارين ولا في تبصيل كبير. كنوضح لكم كثار يعني الاخوات باش الا ما كانوش يبغاو يديروا هادو في طويصات صغارين، ممكن الا جاو عندكم الضيوف وتقدموهم بهذا الشكل هذا. واخا يكونوا صغارين بحال هيدا يعني كيتقدموا في طويصات، ممكن نقدموهم في التبصيل، ولكن بالشكل يعني كنا ننزلوا معاهم طويصات صغارين وننزلوا باش نهزوهم وكيجيو زوينين في المنظر ديالهم. هذا هو الفيديو اللي نزلت معكم البنات، كنتمنى يكون خفيف على قلبكم وكنتمنى تجربوهم، كيستحقوا تجربه، ويكون خفيف على قلبكم وبصحتكم وراحتكم. وبسلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.